هو انا عايز اقول حاجه. طبعا احنا خسرنا وده متوقع وكل حاجه وبتاع، ولكن ايه الجمهور ده؟ الواحد بيتفرج على الجمهور، حسيت ان احنا بنلعب في سانتياغو برنابيو. والله العظيم حاسس ان الاهلي بيلعب في اسبانيا. فين بقى الجمهور اللي احنا قلنا الجمهور كله هيشجعنا وهيبقى فيه اكتر من 50,000 مشجع؟ انا والله العظيم ما عارف اقعد ولا عارف اقف ولا بتاع، ولكن انا مستفز قوي من موضوع الجمهور. الجمهور اللي المفروض يشجعنا، الاقي صفارات استهجان على الاهلي، الاقي تشجيع كامل لريال مدريد، ليزر على وش علي معلول وهو بيشوط ضربه الجزاء. انا مش فاهم بصراحه. يعني هو المفروض ان الاهلي بيلعب في المغرب ولا بيلعب في اسبانيا؟ مين الناس دي؟ ويا ترى يعني اسبانيا كلها هي اللي جت شجعت؟ فين الجمهور العربي؟ فين الجمهور اللي هو المفروض هيشجع الاهلي المصري؟ فين الجمهور اللي هو اسمه عربي، الوطن العربي اللي احنا متنيلين فيه؟ سيبك من الماتش، كده كده الماتش يعني بنسبة 99% احنا مش هنضحك على بعض، عارفين ان احنا هنخسر وهنرجع لنفس النقطة تاني. عملنا اداء مشرف ورجالة ومش عارف ايه، ووقفنا ند بند اول 40 دقيقة والهدف الاولاني جه غلطة. كل الكلام ده احنا حافظينه، ولكن المواقف دي بتفضل كده حية معانا لمدة 3000 سنة. فين الجمهور المفروض اللي هو العربي اللي بيشجع النادي الاهلي المصري؟ راح فين الجمهور ده؟ انا عمال ابص يمين وشمال، مش لاقي غير تيفو لريال مدريد طوله 200 متر. تيفو طوله 200 متر، اطول من الشارع بتاع طنجة، من شوارع طنجة. تيفو 200 متر وتشجيع لريال مدريد وهولا وكلمات ومش عارف ايه، وعمالين تشجعوا بتاع. طب ليه؟ ما انا مش فاهم برضو ليه. هو الاهلي البطولة دي بتتلعب فين؟